العربية اللي واقفة قدامي دي من السهل جدا وانت ماشي في الشارع تعرفها بمنتهى السهولة، لان تصميمها مميز جدا وتقدر تميزه من وسط 100 عربية. بص الجمال وبص الحلاوة عاملة ازاي. مش بس التصميم الخلفي اللي مميز، ده كمان العربية دي تصميمها الامامي ممتاز جدا. العربية دي واحدة من العربيات اللي المفروض هتكسر الدنيا الفترة اللي جاية، خصوص ان هي مع وكيل قوي وجبار، بايك اكس 55 الجديد. بص بقى من اولها الديزاين ده، ايه الحلاوة دي ايه الحلاوه دي والله. العربيه دي اول حاجه عايز اكلمك عنها هي اداء العربيه دي ممتاز على الطريق. العربيه دي بتتقدم بموتور 1500 سي سي تربو، بيطلع 185 هورس باور و305 نيوتن متر، ومتوصل بفتيس دي سي تي 7 سبيد، والارقام دي عالميه. خلي العربيه دي بتقدم اداء محدش غيرها بيقدمه في الفئه دي. تاني حاجه بقى عايز اعرفك عليها بجانب الاداء هي وسائل الامان. العربيه دي بتنزل ب6 ايرباج وبي بي اس واي بي دي واي اس بي وانظمه ذكيه لمساعده السائق، زي ان العربيه دي فيها رادار امامي. العربيه دي فيها رادار امامي بيساعد العربيه في كذا حاجه، زي ان العربيه دي بتقدر تحافظ على مسارها وهي ماشيه على الطريق، وزي ان العربيه دي فيها نظام التحذير من التصادم الامامي. وعايز اقول لك بقى مش كده وبس، ده العربيه دي كمان لو حست بالخطر وان انت مش مركز وما قدرتش توقفها، فهي بتتدخل وتوقف نفسها تلقائي، مش هتدي لك فرصه ان انت تعمل حد، هي هتتدخل وتوقف نفسها. غير كده فالعربيه فيها بلايند سبوت، وفيها سنسورز اماميه وخلفيه، وفيها كمان كاميرا 360 درجه. والاهم بقى ان العربيه دي فيها اوتو بارك، فبتقدر تركن لوحدها تلقائي من غير ما انت تتدخل. يعني من الاخر هتحميك من الحوادث، هتتدخل في حاله الطوارئ، وكمان مش محتاجه ان انت تركن بنفسك. العربيه فيها اوتو بارك وبتركن نفسها بنفسها. تعالى بقى نخش جوه ونشوف الدنيا عامله ازاي. الحقيقه يا نجم ان احنا لو دخلنا جوه هنتفاجئ بكام حاجه لذيذه. اولا تصميم العربيه مميز جدا، الطاره الجديده بتاعت بايك، والشاشات سواء الديجيتال اعدادات الديجيتال او التاتش سكرين. كمان عندنا فتيس شيفت باي واير وفرامل يد كهرباء. غير ان العربيه فيها امبيانت لايت بيتغير لكذا لون. امبيانت لايت هو طبعا مش باين دلوقتي، هو باللون البينك كده من تحت، ومحاط بالابواب كلها، هيبان عندكم كده وكده. الفئه الاعلى بقى من العربيه دي بتنزل بحاجه اسمها ايزي اكسس، وهي ان العربيه دي اول ما بنفتح الباب بتاع السائق الكرسي تلقائي بيرجع لورا اوتوماتيك عشان يوسع لك مكان تقدر تركب، وبعد ما بتركب بيروح طالع لقدام تاني لنفس الوضعيه اللي انت كنت ظابطها عليه. ودي حاجه مميزه جدا صعب تلاقيها برضو في الفئه دي. ده غير ان الكراسي اصلا فيها تبريد، فدي حاجه لطيفه. اللي بيميز بقى فنان العربيه دي عن اي منافس تاني هي الابعاد والطول والعرض والمساحات. العربيه دي اكبر من اي منافس تاني في الفئه دي. وطالما جبنا سيره المساحات فهنا بيجي دور مصطفى. فتعالى يا مصطفى نبص تعال نبص على المساحات. بالنسبه للمساحات ورا انا قاعد مرتاح جدا، ركبتي مش لازقه في الكرسي اللي قدام، وراسي قاعد مرتاح جدا برضو، سقف بعيد عني. غير ان في بانوراما وفتحه سقف من فوق بتدي رفاهيه عاليه للي قاعد ورا، وفي تكييف خلفي مبرد للي قاعد ورا برضو، بحيث ان الجو يبقى لطيف ورا. مساحه الشنطه بقى مصطفى عامله ازاي؟ تعالى كده بص بقى محمد، الشنطه مساحه الشنطه مميزه عن اي عربيه في الفئه دي، مساحه خياليه، فيها مساحات تخزين اخرى لو حابب تثبت حاجات في العربيه. ايه الجمال ده؟ زي ما مصطفى قال لك كده، فالعربيه دي مليئه بالاوبشن، فتحه سقف بانوراما، فرامل يد كهرباء واوتو هولد، وفتيس شيفت باي واير، والشاشه اللي بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو مستقبلا. يعني وانت بتتفرج على الفيديو ده غالبا هتكون بتدعم، هينزل لها ابديت. غير الاعدادات الديجيتال والتحكم بالطاره والجنوط التوتون والاضاءات ال LED الاماميه والخلفيه والسنسورز الاماميه والخلفيه والكاميرا 360 درجه. ده غير وسائل الامان اللي بلغتك بيها في اول الفيديو. محتاج ايه تاني؟ عرفني كده، عرفني انت محتاج ايه تاني. ده غير بقى فتره الضمان. ضمان العربيه دي 6 سنين او 150,000 كيلو، وده رقم جبار جدا اليومين دول. هو موجود في كذا شركه تانية، بس لسه انت ما تعرفش مين الوكيل. وكيل العربيه دي مختلف عن اي شركه تانية. مصطفى، وكيل العربيه هو الكان اوتو، هو وكيل شركه كيا ووكيل شركه رينو. انا متوقع ان العربيه دي تنجح قوي، لان الماركتين دول ناجحين جدا مع الوكيل ده. الله ينور يا مصطفى، علم كالعاده. هو ده اللي انا بتكلم فيه. مش بس فتره الضمان طويله وكويسه، اهم حاجه الوكيل اللي هيضمن لك الضمان ده. وكيل العربيه دي زي ما قال مصطفى الكان اوتو، واحد من اقوى الوكلاء اللي موجودين في السوق. بس يا سيدي، عايزك بقى تكتب لي في الكومنتات محتاج عربيه ايه تاني نعمل لها فيديو، وما تنساش تعمل لي فولو على تيك توك وانستجرام وفيسبوك. كان معاكم محمد الباشا، سلام.